ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. وحشتوني جدا جدا جدا. يلا تعالوا اقول لكم على وصفة جديدة وسيبكم بقى من وصفات المطبخ شوية، وتعالوا ايه نحاول كده نظبط شعرنا شوية. هقول لكم على الوصفة دي بذر كتان. بصوا دي الحبوب بتاعت بذر الكتان، هنجيبها. والكوبايه اللي قدامكم دي انا مليت كوبايه اهي، يعني شويه دول هيعملوا معاكي ب10 جنيه، يعني ما هياش حاجه، مش غاليه. هتجيبي الكوبايه ديت وتحطي عليها 3 4 كوبايات من الميه، وتحطيها على النار وتغليها لحد ما الجل بتاع بذور الكتان يطلع معاكي. وهوريكي دلوقتي لما تحطيها ازاي على النار، نار هاديه كده اهوت، وتبتدي تغلي معاكي. بصوا انا هنا كنت طفيت عليها، بصوا المنظر. بصوا بقى بالمعلقه كده اهوت، انا هنا كنت طفيت عليها، فالبذور نفسها بقت تحت في قعر الحله. بصوا عامله زي الجل ازاي. الجل ده عايزه اقول لكم ان اوميجا 3 كولاجين، فيتامين ايه، بجد حلو قوي. وعايزه اقولك ان انتي لو استعملتيه مش بس لشعرك، ده كمان للبشره يبقى حلو قوي، لانه بيعالج التجاعيد بتاعه البشره بشكل حلو، وبيفتح لون البشره. تخيلي انتي بتستعملي كولاجين بس، يعني مش غالي، مش هتروحي تجيبي حاجه بألوفات او حاجه مستورده عشان تستعمليها لبشرتك. خلينا بقى في شعرنا دلوقتي، احنا صفيناه. بصي بصي وهو دافي كده، ما تعملوش هو سخن مولع عشان ايه ما تتلسعيش. هتقلبيه كده بالمعلقه، الجل بتاعه كله هينزل تحت، تصفيه. بصوا البذور بتاعته اهي لسه فيها برضو جل. الشويه دول مش هرميهم خالص، هحط عليهم برضو كوبايتين 3 واخدهم غلوتين على النار، هيطلع لي جل تاني زياده. فبصي انتي ب10 جنيه عملتي كميه كبيره، وصدقيني حلو. شوفي حتى الكلام اللي بيتقال عليه على النت مش عندي بس. ادينا اخدنا الجل بتاعه اهوت، ده بقى هنستعمله على شعرنا وعلى بشرتنا. جميل وبيمنع التساقط، بيكثف الشعر، حلو قوي عشان التقصيف اللي في الشعر، بيرمم الشعر بشكل جميل جدا. هنستعمله اول 7 ايام يوميا، هتستعمليه يقعد ساعة على شعرك، وبعدين تشطفيه مية فترة، وبس على كده. وعلى بشرتك هي نص ساعة وخلاص، وتشطفيه برضو بمية فترة. هتلاحظي فرق كبير بعد ال7 ايام. بعد اول اسبوع ابدأي بقى ايه استعمليه مرتين في الاسبوع، هتلاحظي ان التساقط قل والتقصيف بقى كويس. واتمنى الوصفة تكون بجد حلوة وتعجبكم. احفظيه في التلاجة بس مش اكتر من 3 4 ايام، وارميه. لو كمية كبيرة عندك ارميه واعملي غيره، ما تزوديش عن 3 4 ايام علشان ما يبوظش. ودايما خليه عندك في باب التلاجة. وما تنسيش بقى اللايك والشير، وما تنسيش دعوة حلوة، وقولولي في الكومنتات اللي هيجربوا لاحظ ايه، وبعتولي كده تعليقاتكم الحلوة. وصدقيني انا جربته وعشان كده حبيت افيدكم بيه. ويا رب كده تكون وصفة جميلة ورائعة وتنول اعجابكم. واشوف وشكم الفيديو الجاي على خير. مع الف سلامة.